ما بتعرفش تمثل وداخلة الفن بالواسطة، ومشاهدها غريبة، كمان حركات وشها مفتعلة جدا. كل الكلام ده اتقال عن ليلى أحمد زاهر اليومين اللي فاتوا، وبصراحة هي عاملة جدل كبير جدا بدور نسمة الكاريزما في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. المصيبة الأكبر بقى في خطيبها هشام جمال، واللي طلع وقال أنا مش بتفرج على مسلسلها، والسبب غريب جدا وخلى ناس كتير تسأل هم انفصلوا فعلا ولا ايه اللي حصل بينهم. قبل اي حاجة شاركونا في التعليقات وقولولنا ليلى زاهر موهوبة ولا دخلت الفن بالواسطة والكوسة. تعالوا بقى نقول لكم ليلى ردت ازاي على الهجوم اللي تعرضت ليه، وايه حكاية خطيبها اللي مش بيشوف مسلسلها. كمان هنقول لكم على أسرار غريبة جدا عن عيلتها وعن ثروتها اللي بالملايين. خلينا بس نعرفكم عن ليلى أكتر ونقول لكم سنها الحقيقي. ليلى من مواليد 2003 وهتكمل 21 سنة شهر أغسطس اللي جاي. كمان ليلى دخلت التمثيل وهي عندها 5 سنين، وشاركت في أفلام كتير جدا زي كابتن هيما وعمر وسلمى. ورغم إنها كانت موهوبة جدا، بس أبوها أحمد زاهر قرر فجأة يمنعها من التمثيل، ورفض كل العروض اللي جات لها لمدة 10 سنين كاملين. وسبب قراره ده إنه كان عايزها تركز في دراستها، وليلى طبعا ما قدرتش تقول لأ لأبوها ووافقت على قراره. وفعلا الجمهور نسي ليلى خالص لحد ما رجعت من كام سنة بس بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال. بعيدا بقى عن التمثيل، ليلى عندها شعبية جبارة على التيك توك، وبتكسب فلوس بالملايين من الإعلانات اللي بتعملها. تعالوا بقى نقول لكم ليلى ردت ازاي على اتهامها إنها مش موهوبة وما بتعرفش تمثل ودخلت بالواسطة عن طريق أبوها، وإيه حكاية انفصالها عن خطيبها هشام جمال. مبدئيا كده ليلى تجاهلت كل الانتقادات، بالعكس شايفة نفسها إنها نجحت جدا جدا السنة دي، وإن أدائها ما كانش أوفر خالص، وإن فعلا البنات اللي عايشة في مناطق شعبية بيتكلموا كده على التيك توك. دي كمان قالت إنها وارثة موهبة التمثيل من أبوها اللي حقق نجاح كبير جدا السنة دي بمسلسل نعمة الأفوكاتو اللي اشتغل فيه مع مي عمر. نيجي بقى للكلام اللي عمال يتقال إن هشام جمال سابها والخطوبة اتفسخت من كام يوم بس. الحقيقة إن هشام خرج وقال إنه مش بيشوف مسلسل ليلى، وطبعا كلامه ده عمل قلق كبير جدا، والناس قالت أكيد في مشكلة بينهم. لكن الحقيقة إن التصريح ده اتقال نصه بس، والصحافة ما نقلتش كلامه كامل، لأن هشام قال كمان إنه مبسوط بنجاحها، بس للأسف عنده شغل كتير الفترة دي مش مخليه عارف يتابع المسلسل كويس. وبكده تكون كل الإشاعات اللي اتقالت عن الانفصال مش حقيقية.